ده هو الاي 54 وده هو الاي 55. طب برضه فين الفرق؟ وكتير شفنا مراجعات بقى للاي 55 والاي 54 بس برضه ما حدش قال لك تشتري ايه. وهل اصلا الفرق اللي ما بينهم ده يستحق فرق السعر ولا ممكن اجيب النسخه الارخص منه اللي هي النسخه القديمه؟ فانا جيت النهارده عشان اساعدك، هاخدك من ايدك كده ونشوف كل الفروقات اللي ما بين الجهازين وهنشوف هتختار ايه. وفي مفاجاه جامده جدا هقولها لك في اخر الفيديو هتوفر عليك فلوس كتير جدا، فاتاكد انك تتفرج على الفيديو للاخر لان صدقني حاجه هتفيدك. ولكن قبل ما نبدا اوعى تكون لسه ما عملتش لايك وسبسكرايب كمان لو لسه ما اشتركتش، ويلا بينا. بص يا صديقي، الشاشتين في الجهازين دول واحد ومش هتحتار ما بينهم كتير. سامسونج بتقول عليهم سوبر اموليد بمعدل ريفريش ريت 120 هرتز وبيدعموا الاتش دي ار 10 بلس مع معدل سطوع بيوصل ل 1000 شمعه في الشاشتين، والاثنين جنب بعض تحت اشعه الشمس تقريبا ما فيش فرق ما بينهم. ولو جينا نبص كده هنلاقي ان شاشه الاي 54 6.4 انش، طبعا شاشه صغيره وكانت بتيجي بابعاد 1080 في 2340 بكسل بمعدل كثافه بكسلات 403 بكسل لكل انش. الاي 55 اجى بشاشه اكبر سنه كانت 6.6 انش بابعاد 1080 في 2340 برضه بس بكثافه بكسلات اقل من الاي 54 390 بكسل لكل انش. وطبعا الفرق في البكسلات ده جه بسبب اننا كبرنا حجم الشاشه. لما نيجي نحط الشاشتين جنب بعض ونبص على عرض دقه الالوان ما بينهم تقريبا ما فيش بينهم اي فرق نهائي. ممكن الفرق الوحيد اللي هتلاحظه ان الاي 55 بيكون سطوعه اعلى شويه من الاي 54. كمان حجم البزل بالذات في الاي 55 اقل. اي نعم هو البزل كبير في الاي 55 برضه بس اقل من اللي موجود في الاي 54 اللي شاشته صغيره اصلا. والحافه السفليه بالذات اصغر في الاي 55 عن ما هي موجوده في الاي 54. بس النوتش بتاع الهول بانش بتاع الكاميرا اقل في الاي 54 ومش عارف ليه كان منظرها هيكون احسن اكتر لو كانت موجوده بنفس الحواف دي في الاي 55. ولكن كشاشتين جنب بعض شبه ما قلت لك فانت مش هتلاحظ فرق ما بينهم تقريبا. الفرق بقى يجي في خامات التصنيع. هنلاقي على شاشه الاي 55 طبقه حمايه من نوع كورنينج جوريلا جلاس فيكتس بلس، اللي على الاي 54 من الجيل القديم هي كورنينج جوريلا جلاس 5 ودي اقل من اللي موجوده في الاي 55. طبعا الاي 54 بيجي بظهر من الازاز مع فريم من البلاستيك، الاي 55 بيجي بظهر من الازاز مع فريم من المعدن، وده اللي بيديله شكل بريميوم اكتر وتحس ان هو موبايل غالي فعلا وتصميم احسن حسب وجهه نظري. وسبب الفريم المعدني ده مزود وزن الاي 55 210 جرام تقريبا. الفرق ما بينه وما بين الاي 54 ان هو تقريبا 202 جرام، فرق 8 جرام ما بينهم مش الفرق الكبير قوي برضه. والجهازين بيجوا بشهاده مقاومه الميه اي بي 67 دي اللي بتضمن ان الجهاز ممكن يقعد تحت عمق متر لمده نص ساعه تحت الميه، فانت مش هتقلق من الجهازين دول لو وقعوا منك ولا حاجه. وده الشيء المميز في سامسونج في الفئه المتوسطه، تقريبا اكتر شركه بتهتم بالتقفيل بتاع اجهزتها. ولكن كخامات تصنيع طبعا الاي 55 هو اللي هيتفوق في الحته دي. الرجاله اللي بتتفرج على الفيديو دلوقتي اشهدوا ان الراجل ده بيتفرج برضه ولسه ما عملش لايك. انت لسه ما عملتش لايك دي حاجه ترجع لك، انا مش هكلمك، هم اللي هيكلموك. التطور الكبير اللي ظهر من الاي 54 والاي 55 كان في المعالج. الاي 54 كان نازل بالاكزينوس 1380 اللي كان بمعماريه تصنيع 5 نانومتر مع معالج رسومي مالي جي 68، واسمح لي اقول لك ده كان اضعف اداء في سعره وسط المنافسين اللي كانوا نزلوا في نفس السنه بتاعته، كانوا كلهم بيقدموا اداء احسن منه. بس الصراحه بقى سامسونج في الاي 55 تفوقت على نفسها، نزلت لك الاكزينوس 1480 اللي بمعماريه تصنيع 4 نانومتر مع معالج رسومي اكس كليبس 530. المعالج طبعا اقوى من ال 1380 ومعماريه التصنيع بتاعته احسن، فده هيقلل في استهلاك البطاريه كمان. وزي ما قلت لك كتير في الفيديوهات اللي قبل كده والمقارنات اللي عملناها، المعالج ده كان هو المنافس للدايمنسكي 7200 الترا اللي موجود في الريدمي نوت 16 برو بلس. على انتوتو هتلاقي فرق ما بينهم حوالي 200,000 نقطه ما بين الجهازين، وده اللي بيخليك تقول ان حوالي فرق الاداء ما بينهم هيكون بنسبه 24% قوه للاي 55. حاجتين كده على جنب هنتكلم فيهم لو انت جيمر. انت لو عايز طبعا تلعب على الاي 55 ومتوقع ان الجهاز ده ممكن يلعب معاك على 90 فريم في بابجي، فهو يقدر يعمل. المعالج قوي شبه ما قلت لك. اما لو هتلعب على الاي 54 فهو كان بينزل له باتش كده بيخلي بابجي تلعب على 90 فريم. وفي المهام اليوميه كانت استجابه الاي 55 اسرع من الاي 54 بفرق ملحوظ بسرعه فتح التطبيقات والحاجات دي. كمان في الالعاب الثقيله كان برضو في تفوق ناحيه الاي 55. فلو قلنا ان في حاجه تفرق ما بين الجهازين دول فهتكون هي نقطه المعالج. وهم حاليا شغالين على نظام تشغيل اندرويد 14 مع واجهه سامسونج جديده 1 يو اي 6.1. وسامسونج كانت وعدك ب4 سنين من تحديثات الاندرويد و5 سنين من السكيورتي ابديت.
ريت، رقم ممتاز جدا. ده اللي بيخلي معظم اجهزه سامسونج اصلا شغاله حتى بعد ما تقدم. الاي 54 استخدم تحديث من السنين دي لانه كان نازل السنه اللي فاتت، فهتلاقي الفرق ما بينه وما بين الاي 55 هو تحديث اندرويد واحد. دي حاجه ممكن تفرق معاك انت شخصيا. لو جيت وسالتك انت داخل الفيديو ده اساسا ليه، هتقول لي عشان اعرف الكاميرات ما بينهم فرق ولا لا، وده اللي انا جاي اكلمك فيه يا معلم. وشوف انت لسه برضه لحد دلوقتي ما عملتش لايك. طب انت كنت محتار ليه؟ عشان هم اصلا نفس سيت اب الكاميرات. العدسه الاساسيه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.8 في الجهازين، فيها المثبت البصري الحقيقي الاو اي اس، والكاميرا الثانيه الالترا وايد ال 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.2، والكاميرا الثالثه ال 5 ميجا بكسل المايكرو بفتحه عدسه اف 2.4. مالهاش تقريبا اي لازمه في الجهازين. اتمنى ان سلسله الاي الجديده تنزل بعدسه تليفوتو يفكونا بقى من الحدوته دي. اما الكاميرا السيلفي كانت 32 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.4، والمميز ان هم بيقدروا يصوروا 4K على 30 فريم في العدسه السيلفي والعدسه الخلفيه برضه. حلو ارقام كتير. تعالوا بقى اما نشوف تجربه التصوير ما بينهم هما الاثنين. تعالوا بقى اما نعرض شويه صور للجهازين جنب بعض. لو حسيت ان الصور بتتعرض بسرعه كبيره ممكن انت تقلل سرعه الفيديو وتسمع تراك صوت من اللي انا سايبهم لك هنا دول، فده ممكن يحسن تجربتك شويه. هي الصور كتير وانا عايز اعرضها بسرعه عشان الفيديو ما يطولش. لما بنشوف الصور جنب بعض وللوهله الاولى كده ممكن تحس ان طريقه معالجه الاي 54 احسن، وده اللي انا حسيته في معظم الاحيان. الاي 55 بيطلع لك صور واقعيه اكتر، منطقيه كده والوانها مظبوطه شويه. الاي 54 بتحس ان هو بيزود في الساتوريشن بتاع الوان الصور. بس المفاجاه ان انا كنت حابب طريقه معالجه الاي 54 اكتر. في معظم الاحيان كانت بتعجبني طريقه معالجته عن الاي 55 الجديد، اللي هو صور ممكن تاخدها تنزلها كده على طول من غير ما تقعد تعدل عليها، وده اللي ياخدنا لنقطه التعديل في الاي 55. لو انت شخص بتحب ان الصور تطلع لك بشكل منطقي هتحب طريقه معالجه الاي 55. الصور اللي توضح لك طريقه المعالجه دي هم الصورتين دول، بص عليهم كده وشوف الفرق ما بين طريقه معالجه الاي 55 والاي 54 بتكون عامله ازاي. الالوان في الاي 54 بتكون فاتحه شويه وساتوريشن اكتر، والبرايتنس بتاعها اعلى اللي هو سطوع الصوره، وفي معظم الاحيان بتكون الوانه عجباني اكتر. بس اللي هيعرفنا لو كان الاي 54 بيزود الالوان فعلا هو التصوير في اضاءات مختلطه، وده اللي هنشوفه قدام شويه. الفروقات الطفيفه ما بين الاي 54 والاي 55 هي الحاجات اللي بتحسن تجربه المستخدم، يعني شبه الاتش دي ار والدايناميك رينج ومعالجه الضوء لو هيلسع من الصوره بتكون في انهي جهاز متعالج احسن، ودي انا شايفها في الاي 55. يعني المناطق الغامقه في الصوره وتوزيع الاضاءه وتسييح اللون كده بتكون مظبوطه اكتر في الاي 55. الالوان بتكون قلبه للون الدافي، والمناطق اللي فيها نور بتكون ضربه اكتر في الاي 54. فانت حاول تشوف انهي طريقه جهاز معالجته عاجباك اكتر، لان ده لو هتشتري فانت هتشتري على الاساس ده. الاي 55 اللي لاحظته منه انه بيتفوق في الاتش دي ار، بيعالج الحاجات اللي في الخلفيه ورا بطريقه ممكن نقول عليها احسن شويه من الاي 54، والتفاصيل برضو تحسها بتكون فيه اكتر، مع ان هم نفس سنسور الكاميرا بس بتحس ان التفاصيل فيه اكتر. ولكن كمجمل وكطريقه معالجه الوان الصراحه انا بحب طريقه الاي 54، شايفها مناسبه اكتر للسوشيال ميديا والحاجات دي. تعالوا بقى اما نشوف تصوير الاشخاص وتصوير البورتريه بيكون عامل ازاي. السكين تون معالجته منطقيه اكتر في الاي 55، وكمان التفاصيل والبورتريه وتحديد الاطراف وتوزيع الاضاءه شبه ما قلت لك، وانه يسيح الضوء على البشره مش بيكون ساطع على البشره كده شبه لما بتستخدم سوفتينر مثلا، بتكون مظبوط اكتر في الاي 55 ومش بفرق كبير. والنويز طبعا بتكون فيه اقل شويه. فانا شايف ان في النقطه دي، في نقطه البورتريه والاشخاص ومعالجه السكين تون، الاي 55 هو اللي مسيطر في النقطه دي. وكظل ومعالجته في الخلفيه واللون الاسود اللي بيطلع من الصور في البورتريه انا شايف ان هو مظبوط اكتر. يعني لما نشوف بورتريه في الضلمه بتلاحظ على طول ان نتيجه القص ونتيجه السكين تون بتكون مظبوطه اكتر في الاي 55، والنتائج بتكون قريبه من بعض جدا. يعني الفرق انت مش هتلاحظه من معظم الصور على طول، لا ده بيكون في صور قليله خالص. البوكا افكت ومدى العزل بيكون اكبر في الاي 55، وبرضه بنفس الفرق البسيط. تعالوا بقى اما نشوف التصوير الليلي في الجهازين هيكون عامل ازاي، وتقريبا برضه مفيش فرق، نفس المعالجه بنفس كل حاجه، مفيش اختلافات. الاختلافات ما بينهم بتكون بسيطه جدا على حسب النويز بتكون في الاي 55. واصلا كان الاي 55 متفوق على الاس 23 اف اي اللي كنا عملنا ما بينهم مقارنه، كان دي نقطه التفوق الوحيده عليه ان النويز بتكون فيه اقل. ممكن تحس في الاي 54 ان صوره اسطع سنه، بس ده بيجي على حساب النويز. التصوير في اضاءات مختلطه بقى ده اللي هيبين لنا اذا كان الاي 54 بيزود الالوان بجد ولا لا. ومن الصور اقدر اقول لك ان هو فعلا بيزود الالوان، والتفاصيل بتاعته بتكون ممسوحه شويه. يعني مثلا تشوف الصوره دي بالذات مش عارف يسيطر على الضوء بنفس طريقه الاي 55، فسيح كل الوان الصوره في بعضها. وفي التصوير الليلي بالذات بتحس ان الشاربنس في الصور بتاعته بيكون
بيكون اعلى عشان يحسن لك من حده الصوره وتحس ان فيها تفاصيل اكتر. وفي الصوره دي برضو بيبان لك ان الاي 54 بيزود من الوان الصوره، يعني شوف فرق درجه اللون هنا في الاي 54 وشوفها برضو في الاي 55. وعشان اثبت لك فعلا ان الاختلافات ما بين الكاميرتين قليله جدا، تعال اما نلعب اللعبه دي. هخفي لك دلوقتي صور الجهازين وانت تحاول تخمن انهي جهاز فيهم هو الاي 55. الصوره دي الاي 55 فين؟ عرفت تجيبها صح؟ طب دي الاي 55 برضو فين؟ ها عرفت؟ طب دي؟ طب ودي؟ طب ودي؟ ها عرفت تجيب كام واحده صح؟ تعالوا بقى دلوقتي ندخل على تصوير الفيديو من غير كلام كتير. هو الاي 55 ليه؟ بص يا معلم الاتش دي ار ورا عامل ازاي، معالجه السطوعه بتكون عامله ازاي، ومعالجه الالوان مظبوطه اكتر في الاي 55 بفرق مش كبير ما بينه وما بين الاي 54. بس نقاط التفوق كلها في تصوير الفيديو للاي 55، والثبات والحاجات دي برضو بتكون فيها تفوق ناحيه الاي 55. والاي 55 برضو فيه ميزه هنا انه بيقدر يصور بالكاميرا الاماميه والخلفيه الاثنين في نفس الوقت بتصوير الفيديوهات 4K 30 فريم في الثانيه. الاي 54 مفيش فيه الميزه دي وما نزلتلوش مع التحديث الجديد لل1 UI، وهي هتفرق جدا لو في شخص بيحب يفلوج كتير بالموبايل. تعالوا برضو اما نشوف الكاميرا السيلفي واللي كان فيها برضو تفوق ناحيه الاي 55، يعني كنت تحسها على طول الوانها احسن من الاي 54، والبورتريه منها لو هناخد صور بورتريه ومعالجه الوان البشره بتكون برضو منطقيه اكتر في الاي 55. وكمقارنه تصوير فيديو من الكاميرا السيلفي الاي 55 كان متفوق في الثبات ومعالجه الالوان المنطقيه، الاي 54 كان بيزود في الالوان شبه ما هو واضح من تصوير الصور برضو، بس كان عموما التفوق ككل ناحيه الاي 55. ولو هنتكلم بقى كمجمل كاميرات كانت الافضليه في معظم الحاجات الخفيفه اللي هتحسن تجربتك في الاي 55، بس خلينا متفقين ان الفروقات ما بينهم قليله جدا، يعني انت مش هتخسر كاميرات بالقدر الكافي لما تروح للاي 54، بل في بعض الاحيان كانت معالجه صور الاي 54 بتعجبني اكتر من الاي 55. فلو انت كنت بتفكر تجيب الاي 55 عشان كاميراته، لا انا شايف ان الفرق ما يستحقش اصلا انك تنقل للجيل الجديد، ممكن تجيب الاي 54 وهيديك نفس الاداء برضه بنفس الكاميرات. طب تعالوا نشوف الشبكات ما بينهم، لان الاي 54 كان معظم الناس اصلا بتتشكى من الشبكات بتاعته، كانت ريلمي وشاومي كانوا متفوقين عليه في الفتره اللي نزل فيها، بس شفنا هنا تطور في الاي 55 لان لما جينا ننزل لعبه كان الاي 55 هو اللي مخلص فيها اسرع. والاي 55 هو الجهاز اللي فيه شريحه الاي سم، وطبعا شبه ما انت عارف الاثنين بيجوا بسماعات ستيريو، ودي تجربه الصوت ما بينهم هما الاثنين. اما البطاريات بقى انا مش عارف اطلع لك فرق ما بينهم ازاي، مفيش اي حاجه اتجددت. البطاريه اللي بسعه 5000 ملي امبير بقدره شحن 25 واط، الاثنين بيقدروا يشحنوا بسرعه شحن عقيمه وتوصل لساعه وتلت، فمفيش اي جديد هنقوله على البطاريات. اهدى بقى كده يا صديقي وروق عشان هنتكلم عن السعر. كل الاسعار اللي هنقولها دي للنسخه ال 256 جيجا. في السعوديه على مكتبه جرير عامله كام؟ 1525 ريال سعودي دي للاي 55. الاي 54 عامل 1400 ريال سعودي. على نون بقى في السعوديه الاي 55 عامل 1400 ريال سعودي، والاي 54 عامل 1147 ريال. طبعا فرق سعر عبيط ما بينهم على نون السعوديه. في الامارات بقى على جرير الاي 55 عامل 1350 درهم تقريبا. في جرير الامارات نسي يحطوا الخاص. الاي 54 عامل 1560 درهم. يا رب توب علينا يا رب من الشغلانه دي. على نون الامارات بقى الاي 55 عامل 1164 درهم. يا الهي فعلا فرق سعر عبيط. اما الاي 54 عامل 1050 درهم. في مصر بقى على امازون الاي 55 عامل 18000 ونص، والاي 54 تقريبا 17100. على نون الاي 55 كان تقريبا نفس السعر 18000 ونص، والاي 54 كان 17300. فلو هتسالني لو انت في مصر وفرق السعر اللي ما بينهم يستحق، طبعا يستحق. 1000 جنيه ممكن تجيب الاي 55 هيكون افضل من الاي 54 شويه. طيب يا ابو حميد انا برضه دلوقتي هختار ايه؟ بص يا سيدي، لو انت واحد كان معاك الاي 54 وعايز تعلى للاي 55 وعايز تجدد، لا ما تجددش. الاي 55 ما قدمش الفروقات الكبيره جدا ما بينه وما بين الاي 54. اما لو انت كنت جاي وبتفكر تشتري جهاز من سامسونج واحترت ما بينهم هما الاثنين، ولو لسه هتشتري جديد فممكن تجيب الاي 55 في الظرف ده، وطبعا هتدفع فرق السعر
السعر الاعلى. طب لو انا بقى مش عايز ادفع فرق السعر ده واخد برضو نفس مميزات الاي 55 بالخامات الجديده بسنين التحديث الجديده برضو بالشبكات الاسرع، فسامسونج كانت نزلت لك جهاز كده مستخبي مع الاي 55 وهو الاي 35 اللي بنفس المعالج اللي في الاي 54 ومش هتقل في الاداء ال 1380 وبفرق سعر مهول ما بينهم هما الاثنين. فلو عايزين نعمل مقارنه ما بين الاي 54 والاي 35 اكتبوا لي على طول ده في الكومنت، وان شاء الله هتكون اول ما الفيديو ده يخلص لو لقيت اقبال عليها هتنزل على طول بعد الفيديو ده. ودي هي المفاجاه اللي انا قلت لك عليها تستناها لما لاخر الفيديو. شفت بقى انا بحبك ازاي وانت لسه ما عملتليش لا لايك ولا سبسكرايب؟ يلا ما تنسانيش من الشير واللايك كومنت سبسكرايب. اشوفك الفيديو الجاي لو قلت لي اعمل لي المقارنه ما بينهم. سلام.